انت لما تفتح اي ابلكيشن سوشيال ميديا، انت داخل تعمل ايه؟ انت اكيد مش داخل تتفرج على الاعلانات. ما انت مش داخل سوق برضه. انت اكيد داخل تتسلى، تضيع وقتك، تتابع الاخبار، تعدي الوقت اللي انت حاسس فيه بالزهق والملل ده. ايوه، يعني انت عايز تقول لي ايه؟ اللي عايز اقوله لك، وانت بتستهدف لاعلاناتك والمحتوى اللي انت بتنزله على السوشيال ميديا لشركتك ولمشروعك، لازم تفكر في ان العميل اللي بتستهدفه هو انت. داخل السوشيال ميديا يتسلى ويهزر ويضحك. واحد دلوقتي يسألني، طب هو انا المفروض اعمل ايه؟ ما اعملش اعلانات على السوشيال ميديا؟ دي الناس كلها على السوشيال ميديا. لا، ما انا مش بقول لك ما تعملش اعلانات على السوشيال ميديا. لا، انت مفروض تعمل اعلانات وتنزل فيديوهات ومحتوى باستمرار. بس ركز في ان المحتوى ده يكون مناسب للشخص اللي قاعد بيتسلى، للشخص اللي قاعد بيضحك. لازم اعلانك يشده. اصل فكره ان انا انزل اعلان اقول فيه منتجي احسن منتج واقعد اتكلم على منتجي، هتخلي الشخص اللي زهقان ده يعدي الاعلان بسرعه، يا اما انه يدخل يقول لك بكام. هو مقصده ان هو بيقول بكام علشان يرجع بعد فتره يسال لما يكون هو بقى مركز وفايق. فانت المفروض تعمل محتوى يشد الناس دي انها تتابعك، يشدهم وهم زهقانين وهم داخلين يتسلوا. وده نعمله ازاي؟ وده نعمله إن إحنا نقدّم قيمة حقيقية للشخص اللي قاعد بيتسلّى، نقدّم له معلومة مفيدة، نقدّم له حاجة يستفاد منها لقدّام، نقدّم له حاجة تضحّكه أو بطريقة تضحّكه. المهم إن إحنا المحتوى بتاعنا يكون مناسب للشخص ده، ساعتها بس هو اللي هيتابعك، ومرّة ورا التانية هيثق فيك.